دكتور شلونك؟ كيف صحتك؟ مش الحال؟ ان شاء الله بخير، تفضلي. بونجور، كيفك؟ انا فاطمه، انت اسماء؟ يا اهلا. دكتور صعب وايد اميزنج، وايد مرتاحه له، وايد واثقه فيه واحب شغله. اولا كلمنا في السكايب يعني قلنا بالضبط شنو نبي نسوي. احنا قررنا ان نبي نسوي الشن الحنج وذ منخار نفس ما تقولون، احنا نقول خشم. احنا نقول خشم زين. اي فبعرف ان شلون اذا عندكم يعني نفس الفوتوشوب تقدر تراويني. انا على ما يتشنم لايك اوكي عادي انه يعني لو سيليكون ايش انه بيعطي انه اللوك انه اي عادي، بس انا صراحه حالتي الخشم. النوز هو بيعطي الايدنتيتي تبع الانسان، منه غلط اذا عملتي شوي بشفافك. انا بحب انه يكون في شفاف. ايه الابر. ليه؟ لانه حلو يكون في شفاف، بس ما حلو نعمل اوفر ونبالغ بالنفخ، لانه بيصير فعلا الجمال مصطنع، واللي عم فتش عليه هو الحفاظ على الجمال الطبيعي. حدي مستانسه، اسمع بعد مستانسه لي وحق ما نيو تشك تشك. يمكن هاي فرصه اقنعها بعد تسوي خشمها. يلا رح اجي لعندك، رح فرجيكي تقريبا كيف معقول نغير بعض الاشياء. نمسك شوي المرايه. يلي انا برتقيه هو هالعظمه نشيلها من الانف، ازاله الغضاريف يلي هو هيدا وهيدا، وبنفس الوقت منغير هالفتحه الانف لانه جاي شوي مبرومه. ايه من دون ما نقص، من دون ما نعمل انسجن هون او هون او هون. انا ما بفضل ابدا، بفضل انه نلجا الى تصغير الفتحات من دون انسجن ومن دون سكار، لانه مهما كان الطبيب شاطر وقت ما بنلجا الى سكار بجنب الانف ببين على طول التقطيب، لانه الجلد كتير سميكه، ببين التقطيب وبصير كل العالم بيعرفوا انك انت لجأتي الى تظبيط الانف. الهدف بعد اجراء لازم يكون ناتشرال. الهدف بعد اجراء اي عمليه انف انه العالم ما يقولوا انك سويتي عمليه انف، لكن بنلجأ الى ازاله العظم اللي موجوده والغضاريف وتظبيط فتحات الانف وتوطاية الانف نزول. هلا حفرجيكي على الكمبيوتر كيف حيبين before and after to do some simulation. اضافه لهيك في عندك على طول انت هون عندك العضل تبع تشن على طول بشد لجوا. هيدا كمان بنلجا الى البوتوكس لنرخيه، لانك على طول انت بس طبقه تمك بتلاقي دقن فات لجوا، يعني عندك دقنك رجع لورا وكمان بتشد بالعضل الجلد اللي يعني موجود. كل شيء فيني بقى لا علاجهم كتير بسيط، علاجهم كتير بسيط. اكيد الشفه حتغير بالشكل لكن ضمن النطاق الطبيعي، ما لازم نلجا الى شفاه حق الدك فيس حق سيلفي. ما لازم الشفاه يكونوا كتير كبار، وبنفس الوقت رح نوطيهم شوي على الضحكه لحتى ما يطلعوا طلوع. اتوقع ان بيبي بتعرفني عقب العمليه، واذا ما عرفتني بموت. بيبقى عندنا الدبل تشن. الدبل تشن انا ما كتير بحبه، وعاده ولا انا عاده لازم يكون في عظمه هون، هالعظمه تقدر تشد عضلات العنق لورا، وبالتالي لحتى يصير في عندنا مثل زاويه 90 هون يلي عندك منا موجوده. صدق هاي عملية كبيرة، but I'm so excited حق my new chin، واخيرا بسوي new selfies with my new chin. يعني حتى ناخذ فكرة. متوترة الحين. هاي آخر مرة بشوف خشمي، آخر مرة بشوف حنشي بهالشكل طبعا، وأدري إن nothing will go wrong، بس يلا كل شيء منيح، محضرة حالك؟ أنا حدي خايفة. أنا حدي متوترة. اوكي فاطمة، يلا هلا بشوفك تحت. رح نعلق لك مصل صغير
لا خدروني قبل ما اسوي هاي. ايه وما راح تحسي بوجع ابدا ابدا، حتى هيدا اللي بنحط لك اياه بنخدره بمحله، بنخدر. قصة تخدروني قاس، اوكي بعدين تخدروني هاي، بعدين شيلوا القاس مني. اوكي ايه صدق يصير؟ فينا ايه اوكي ابي هاي. اوكي زين. يلا اوكي هلا بنشوفك تحت. فاطمة وايد قاعدة تتوتر، بس الحمد لله الحين معاها بيوي ليلتها وبخليها ترتاح. حدي متحمسة بدش غرفة العمليات. فاطمة الحين بدش تاخذ عملية ووايد متحمسة عليها، وإن شاء الله النتيجة يكون شيء حلو. قلبي بيوقف. هاي كيفكم؟ تمام؟ يلا تفضلي. يا رب كل شيء يكون اوكي. يلا الحمد لله على السلامة. ليكي أسماء، شفتي أسماء؟ مرسوم رسم. هلا مبروك. يلا تكسر بعد شفايفك. لا شكلها صراحة واو، وما صار وايد بروز، هي أحلى شيء. كيفك يا فاطمة؟ إن شاء الله بخير. تمام؟ ارتحتي؟ هلا بعدك شوي مدوخة من مفعول البنج التختير اللي كان عليك. أكيد زبطنا الأنف بطريقة كتير طبيعية ما يبين إنك لجأتي لعملية تجميل الأنف، لأنه بتعرفي بالمجتمع كتير بينتقدوا وكتير بيلاحظوا إنه هيدي عاملة أنفها، والله هالجمال كله جاي من وراء عملية تجميل يلي أنا ما بحبه. بحب إنه تبيني كتير طبيعية. ومن بعد ما خلصنا عملية أنف لجأت إلى نحت الدقن المزدوج لإزالته لحتى يعطي كتير حلو. هلا أكيد مش عم تقدري تنفسي من أنفك، تنفسي من تمك لأنه أفضل. ومن بعد ما خلصنا شد الدقن المزدوج لجأت إلى وضع حشوة من داخل الفم ليعطي شكل التشن، لأنه ما عندك أنت الحنك اللي ظاهر لبرا، كان كتير فايت لجوا، وهيك صار في عنا نتوء بالدقن لحتى يطلع طبيعي. إضافة لهيك لجأنا إلى بعض الحقن يلي هي في الشفاه لازم يبينوا كتير طبيعية، إضافة إلى توطاية الشفة، لأنه في عندك الجامي سمايل، كنت كل ما بتضحكي بتبين اللثة، وهيدي الشغلة منا حلوة على المبسم. بقى كان من الأفضل أنه نوطيها شي 2 ميلي. وإضافة لهيك حطيت لها إبر الكافيار والذهب والبيبي سكين والجلو ليفت لحتى تعطيها انتعاش للبشرة ويصير فيها رونق ويصير فيها إشعاع وجلوينج. هلأ هالشي هو رح تبين نتيجته ظاهرة بعد تقريبا أسبوع ل10 أيام. بنكون شلنا